والسلام على اشرف المرسلين. تحيه طيبه السيد العامل المحترم عامل صاحب الجلاله نسال الله ان يداه بشكل تامات. تحيه للسيدات والساده الحضور الكرام. اولا تقدم بالتهاني لسيادتكم بحضوركم الثقه المولويه الشريفه على هذا الاقليم الشاسع، وشرفنا الحضور معكم في هذا اللقاء التشاوري الذي هو العمل على توصيات صاحب الجلاله. اقليم تاونات كما يعلم الجميع هو اقليم شاسع يضم 49 جماعه. بسبب السيد العامل كان الله في عونكم. حسب رؤية ديالي أن من بين الحلول التي أراها سديدة لمعالجة هذه الإشكالات هو أن الإقليم شاسع، وجب إحداث عمالة أخرى ثانية لأن المساحة شاسعة والإكراهات متعددة والمشاكل جد متعددة. بصفتي مستشار بجامعة قائد بن محمد، المشاكل جد مشخصة على مستوى التعليم. هناك اكتظاظ مهول على مختلف المؤسسات التعليمية. ثانوية واحدة درس فيها والدي الذي يبلغ الآن من العمر 71 سنة. عدد التلميذات والتلاميذ ما يفوق 2200 تلميذة، 96 أستاذ. أمور إدارية عدد جد محدود، ثانويتين إعداديتين فقط، بالإضافة لأربع ابتدائيات. نحن في قرية بن محمد أمس الحاجة لإضافة ثانويات تأهيلية أخرى وإعدادية ثانوية إعدادية أخرى، بالإضافة إلى مدرستين أو 3 مدارس ابتدائية لسداد الخصص في هذا القطاع. هذا بخصوص التعليم. من أجل يعني علاقة بالتشغيل، كاين الكل يعلم بأن دائرة قرية بن محمد هي منطقة فلاحية بامتياز. وجب خلق وحدة تثمين بهذا الصدد تتعلق من اجل تثمين المنتوجات المحليه المجاليه، بحكم اننا المنطقه ديالنا بارزه في هذا المجال هذا الزراعي. توسيع شبكه يعني شبكه طرق جد مهترئه من والى القريه، ولعلها هي الدافع الاساسي لعدم قدوم الناس الى قريه بن محمد. مشكور سيد هذا هو القدوه ديالنا، في الاستدامه راه غادي كلشي يبقى بخير. وتحيه طيبه للسيد العامل المحترم. شكرا جزيلا.